طيب كلمتين بالعقل كده. طبعا الزملكاويه هقوم يحفلوا، انا بحب التحفيل جدا، قلت لكم التحفيل ده جزء من الكوره، وانا لا يستفزني ابدا ان زملكاوي يحفل عليا عادي، يجي يقول لي بقى انبي وما انبي والكلام ده حقه. تمام. مبدئيا الماتش النهارده كنا بنلعب تقريبا من يعني مفيش وينج، احنا بنلعب من غير وينج النهارده. انا مش فاهمه ليه بن شرقي وحسين الشحات واخدين راحه سلبيه. ليه بن شرقي وحسين الشحات الاثنين مريحين؟ سيبك من اللعيبه اللي منضمه للمنتخب، تمام اوكي ما عنديش مشكله. ليه بن شرقي وحسين الشحات واخدين راحه سلبيه؟ طب امام عاشور فاهمين ان ضغط الماتشات عليه كان كبير جدا الفتره اللي فاتت، فمن حقه يريح وما يلعبش الماتش ده. طب ليه بن شرقي وحسين الشحات مش موجودين؟ طبعا دي النقطة المضيئة الوحيدة في الماتش النهارده، يعني عودة لا بتحسسك ان في امل، لا علي معلول راجع وراجع بقوة كمان. يعني بيتهيألي يحيى عطية الله طول الوقت اللي لعبه ما عملش الخطفة اللي علي معلول بيعملها. عارف انت الحتة اللي علي معلول بيروح سارق كده من ناحية الشمال كده ويروح معدي ويروح عامل اسيست اللي عمله القفشة النهارده لولا سمير سمكرة وقف في وش الكرة دي، ما بتطلعش غير من علي معلول. مهما جبت ناس في المكان ده ما بتطلعش غير من علي معلول. طبعا عرفنا كلنا ليه عمر الساعي كولر مش بيلعبه يا جماعه، عمال يضرب محشي والكشري هناك. الواد وزنه زايد بتاع 7 كيلو، اقسم بالله وزنه زايد بتاع 7 كيلو. مش عايزه اقول يعني هو لا زايد، باين عليه ان هو زايد قوي. وبعدين يا جماعه ممل بجد. وبعدين مثلا يعني انا مش فاهمه ليه برضو كابتن سامي قمصان تصمم على بقائه طول الماتش وطلع احمد رضا، مع ان احمد رضا كان متحرك عنه. يمكن عمر الساعي كان بيلعب في جنب، اكيد يعني فاهمه ان عمر الساعي كان بيلعب في ناحيه مش ناحيته، بس يعني لما كان بيرجع مكانه برده ما كانش بيتحرك، ما كانش بيقرر القرارات الصح في الكوره. كان الكوره بتطول منه قوي، تطلع يا اما تطلع ضربه مرمى يا اما يطول فيها فتروح وبعدين انا مش فاهمه برده، هو احنا كنا بنلعب النهارده جايزه مين هيعمل اكتر ميس باص في الماتش؟ بجد والله الجايزه النهارده كانت مين يا جماعه اللي هيعمل اكتر ميس باص في الماتش النهارده؟ ها ياسر ولا اكرم؟ ولا مش عايزه اجي على اكرم لان اكرم عمل ماتش دفاعي حلو قوي، كان قاطع على رفيق كابو قوي في الحته دي، عمل ماتش دفاعي حلو قوي وشال جون وبتاع. اي نعم ممكن الناس تشيله الجون اللي جه فينا شويه، بس ما يشيلش برده، ما يشيلش لا. يعني حمزه صد الكره والكره ردت لعيبه انبي واقفه مستريحه خالص من غير اي ضغط فجابوا الجون. لان الرجاله بتاعتنا طبعا في التغطيه دي كله بيبقى متاخر، ما الجون ده ممكن يجي فينا 100,000 مره، كل مره بنفس الطريقه. الجون ده ممكن كل مره يجي فينا بنفس الطريقه اقسم بالله. يعني هي انبي معروف هيلعب الكره دي، هيرفع الكره دي وهيجي منها جون، انت قاعد عارف ان الكره دي جون؟ بذمتك ما كنت قاعد عارف ان الكره دي جون؟ فبدانا نغير، نزل علي معلول الصراحه مكان يحيى عطيه الله، تمام ما فيش مشكله، ما فيش وينج مع علي معلول. يعني انت اتفرج بس مثلا لما بن شرقي بقى يلعب مع علي معلول يا جماعه، يعني اوبا بوم طخ في الحته دي ان شاء الله مع عوده بن شرقي. فانا مبسوطه، مش زعلانه من الخساره قد ما انا مبسوطه بعوده علي معلول. طبعا النهارده حاولنا نصلح شويه فنزلنا ندفد، يعني نزلنا ندفد تقيل برضه ما تفهمش. حدث ولا حرج عن قفشه بقى، قفشه ده لوحده حوار النهارده، تحس ان احنا كنا بنلعب جون مشترك بجد والله. الكرة في رجل قفشه بتجيب لي ضيق تنفس، انت فاهم؟ لما الكرة تبقى في رجل لاعب فانت تحس ان انت جالك قرشة نفسك اتكتم. ليه؟ لان الفنان بياخد الكرة بيبص لورا، بيلف ويدور حوالين نفسه، ما عندوش ايجابيه، مش بصير، مش كاشف الملعب، مش بيعمل اي حاجه، لا بيشوط ولا ما بيعملش اي حاجه في الملعب غير اللي هو بيشاور. مثلا احمد رضا واخد الكرة وماشي فيروح مشاور له اللي هو سيب لي الكرة، فيروح سايب له الكرة فعلا، خلاص قفشه بقى هيتصرف، فبياخدها ويقف بيلف ويدور حوالين نفسه ويرجعها ورا. طب انت كنت واخدها ليه مني؟ فاهم انت دي؟ طب انت كنت واخدها ليه مني؟ مش انت الواد الجامد اللي قلت لي سيب لي الكرة، ما تاخدها بقى وتروح تتصرف. قفشه النهارده صفر، اقسم بالله صفر كده، صفر كبير، صفر كبير يا قفشه، صفر كبير يا ابني، اقسم بالله. انت فين يا قفشه؟ انت فين يا جماعه؟ بجد والله العظيم عنده تصرفات غريبه النهارده قوي في الكوره، مش طبيعي. السوليه كويس، بس السوليه كان يعني تحس ان احنا اصلا كنا عايزين نتعادل. تحس اصلا ان الماتش النهارده كابتن سامي قمصان كان بيلعب على التعادل، اللي هو يا جماعه بقى يلا ياسر ابراهيم راجع من الاصابه، وعمر كمان راجع من الاصابه، ويحيى عطيه الله راجع من الاصابه، وبنلعب من غير مهاجم وما عندناش وينجات، فيلا نتعادل زي المعتاد. طبعا انبي دي كورته معروفه، هيجي لاخر الماتش هيلعب على كورنر او على كره عرضيه هتجيله او على فاول، اي حاجه ايا كان، كره ثابته هيلعبها وهيجي منها جول، معروفه.
ف يعني ولا ناشئ النهارده لفت نظري في الماء، زعلوك زعلوك ما اعرفش تمام. سمير سوكرة زي ما قلت لك، الولد الصغير اللي نزل تقريبا مكان قفشه في خط النص معرفش اسمه ايه، بس يعني عموما لا وحش قوي بجد. عمر السعي سيء جدا، عمر كمال سيء جدا، يعني مش عارف حتى يعمل العرضيه، يتقن العرضيه. قفشه، مين تاني؟ كلهم سيئين. ياسر ابراهيم كان عامل ادواره الدفاعيه برضو كويس على اوفا، بس اوفا بتاع انبي، بس كان بيعمل ميس باص كتير قوي. ونفس الخطفه بتاعت ياسر ابراهيم اللي هي الكره هتعدي منك وهيجي منها جون، لولا ستر ربنا ان في كره كده اتبعتت كده كانت رايحه الرفيق كابو تقريبا، عدت برضو من قدام ياسر، من قدام رجل ياسر ابراهيم كالعاده. خالد عبد الفتاح، مش هاجي على خالد عبد الفتاح قوي النهارده الصراحه، لانه يعني في وسط العك ده لا كان ماسكنا. هي كره الجون، هي كره الجون، كلهم واقفين بيتفرجوا عليها، كلهم واقفين بيتفرجوا عليها عموما يعني احلى حاجه في الماتش النهارده كانت عوده علي معلول، عوده حميده يا ملك. والحاجه الوحيده اللي فرحتني في الماتش النهارده وبسطتني هي عوده علي معلول ورجوعه قوي باذن الله. وانتظروا علي معلول بقى الفتره الجايه زي ما قلت لكم. ما خلاص بالشفا لينا. طيب حفل براحتك، مش هتضايق منك ابدا، لا براحتك.